السلام عليكم. اليوم جايب لكم قصة غريبة من مصر سنة 2021 بمنطقة السيدة زينب. المذيعة الشهيرة رانيا صفوت اللي كانت نجم إذاعية ببرامج زي على مزاجك وقايب سكة، فجأة لقت نفسها في قضية قتل. إزاي؟ رانيا كانت متزوجة من عبد الرحمن، بلوجر خسر فلوسه بسبب كورونا وصار مطلوب من شريكه التجاري. في أول يوم رمضان لما راحت رانيا وزوجها لبيت أهلها، زوج أختها بلغ الشريك عن مكان عبد الرحمن. صار هجوم وخطفوا عبد الرحمن. رانيا عصبت اتخانقت مع زوج أختها، وفي لحظة غضب طعنته بسكين لقيتها على الطاولة. الرجل مات وهي انصدمت من اللي سوته. الشرطة قبضت عليها ورانيا اعترفت، لكن قالت إنها دفعت عن نفسها. الحكم كان 5 سنين سجن. القصة دي بتعلمنا إن الغضب ممكن يدمر حياة أي واحد مهما كان ناجح أو مثقف، زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد اللي يملك نفسه عند الغضب. خلونا نهدى ونتحكم في أعصابنا، لأن لحظة غضب ممكن تكلفنا كل شيء. إذا عجبتكم القصة تنسوا اللايك والاشتراك. معاكم فارس عاشور. سلام.